تخيل تبقى محتاج تتعامل مع جيش مسلح، نقط تفتيش، وبتتسلى في معسكرات المنتخب على الغاز المثير للدموع. ايه اللي ممكن يخوفك من ضربة جزاء في وسط استاد متقفل وجمهور مستني الفرح؟ في البلدة القديمة بحارة السعدية في مدينة القدس، وتحديدا في ديسمبر 1998 اتولد طفل فلسطيني. بعد ما اتعرف على أرضه وآمن بحلمه فيها، اتعرفت رجله على العشق الأول، كرة القدم. عدي استمتع بالكورة، كانت رفيقته في الحواري وفي المدارس، وما كانش بالضروري إنه يكون شايف في نهاية الطريق ده احتراف. عدي احتفظ بلحظته الأولى مع الكورة بين حواري البلدة القديمة، بعد ما قرر ياخد أول خطواته الاحترافية باللعب الفريق أبناء القدس. بعدها انتقل لشباب الرام ومنه لهلال القدس. محطة هلال القدس كانت تعتبر البداية الحقيقية لمشوار عدي الدباغ، لأنه دخل النادي وهو عمره 12 سنة وتدرج في المراحل العمرية المختلفة، وبعد 4 سنين بس بقى بيلعب مع الفريق الأول وهو عمره 16 سنة. عدي بعد كده دخل أجواء معسكرات المنتخب عن طريق بوابة هلال القدس. عدي أكد إن في مدرب في المنتخب بعينه هو اللي ساهم في مرحلة تطويره. المدرب ده هو أيمن صندوقة، واللي درب عدي في مراحل كتيرة جدا، ناشئين، شباب، لحد المنتخب الأولمبي. الطفل ده مع الوقت اتحول لشاب قادر يشيل على كتفه أمل الشعب الفلسطيني. أمل الشعب الفلسطيني إن يخرج منهم لاعب يحترف في أكبر الدوريات الأوروبية، ويبقى كمان الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين. عدي وصفه للكورة كان إنها ادته معنى للحياة، لكن ده مش معناه إن الرحلة كانت سهلة أو وردية، لأن الدنيا ادته أول اختبار فورا في أول تجربة احترافية خارج فلسطين، وده كان مع نادي القادسية الكويتي لما كان سنه 21 سنة. عدي اتعرض للإصابة مرتين بكسر في عظمة الترقوة، ولأن المصايب لا تأتي فرادى، كورونا غزا العالم بعد شهور قليلة والنشاط الرياضي كله واقف، وبقى عدي مصاب بكسر وبيعاني من فيروس عالمي وبعيد عن أهله في ظروف مرعبة. الكلام ده كله لشاب عنده 21 سنة بيبدأ لسه مشواره الاحترافي، لكن عدي خارج أصلا من شعب هو رمز للصمود. قدر يخوض أكتر من تجربة في الدوري الكويتي، أبرزها كانت مع العرب، وبعد تألقه مع العربي قدر يخرج لواحد من أكبر الدوريات الأوروبية، وتحديدا في الدوري البرتغالي في نادي أروكا. عدي دخل التحدي الأوروبي علشان يكتشف صعوبات جديدة، وبعيدا عن إن أوراقه اتعطلت أكتر من شهرين علشان ياخد تأشيرة الدخول لدورة أوروبية، وده طبعا بسبب الظروف السياسية اللي الناس كلها عارفاها. لكن عدي عانى بين اختلافات النشأة في منطقة عربية وبين الحياة الأوروبية، وطبعا واجه أزمة بين اللغة والثقافة وتفاصيل كتير قوي في الحياة، لكن عدي قدر إن هو يتأقلم بسرعة، وده سهل عليه التطور وتحسين مستواه. يمكن كل التفاصيل الصعبة اللي اتقالت دي تفاصيل ممكن تحصل جدا لأي لاعب، إصابات، مشكلة تأقلم، وورق بيعطل، لكن هيفضل اللاعب الفلسطيني بيعاني دايما من ظروف مختلفة عن أي لاعب تاني. عدي حكى قبل كده في تصريحات صحفية إن كان جيش الاحتلال دايما بيضايقه، نقط التفتيش اللي كان دايما بيعدي عليها في القدس، والأسئلة اللي دايما كان بيتسألها بسبب تمثيله للمنتخب الفلسطيني، وده طبعا غير إن هو أصلا كان يقدر يلعب للمنتخب إياه. ده غير إن المنتخب الفلسطيني أوقات كتير في وسط التمرين كان بيتعرض لغاز مثير للدموع، وحتى ده كان بيتكرر في ماتشات الأندية الفلسطينية في بطولات رسمية. عدي في المعجم العربي هو اسم ذكر، معناه أول من يندفع للهجوم في مواجهة العدو، ومهاجم الزمالك قدر إن يكون ليه نصيب من اسمه، ويكون ليه دور مهم جدا مع الزمالك في حسم ماتشات مهمة جدا للفريق. عدي ساهم في كل محطاته بأهداف مؤثرة جدا. مع المنتخب مثلا بقى الهداف التاريخي بعد 9 سنين بس من اللعب للمنتخب. وعلى مستوى الأندية قدر مثلا إن هو يساهم في تحقيق العربي الكويتي بأهدافه الحاسمة للقب الدوري، وده كان أول دوري للعربي من 19 سنة، ووقتها أخذ كمان جايزة هداف الدوري. وبعدها ساهم في استعادة أبردين لكأس اسكتلندا، وده بعد غياب 35 سنة. سجل مثلا في قبل النهائي وفي النهائي أهداف كانت حاسمة ساهمت في إن الفريق يحصد لقب الكاس. ورغم نجاحه في أوروبا إلا إن عدي قرر تاني إنه يرجع المنطقة العربية، وده كان عن طريق بوابة نادي الزمالك. عدي ما كانش رافض فكرة العودة طالما هيمثل فريق كبير، ورغم إن الظروف كانت صعبة جدا إلا إنه قدر يستعيد لقب الدوري بعد غياب 4 سنين. الحاجة الحلوة بقى إن الزمالك كان محتاج في آخر جولتين 6 نقط علشان يحسم الدوري، وال6 نقط دول جم عن طريق هدفين حاسمين لعدي الدباغ. قصة عدي كلها مع الكرة هي حدوتة ممتعة جدا، ولما تيجي تربط كده المعاناة اللي مر بيها بالإنجازات اللي حققها هتعرف قيمة الأمل.